الناس يقولون مع الوقت كل جرح يلتئم، لكن في جروح تظل معك لين القبر. هذه قصة رجل كان يحب زوجته حب ما له حدود، لكن قبل شهر ماتت في حاد. بعد وفاتها كنت أحاول بكل قوتي أكمل حياتي. النهار يروح في الشغل والليل يجي مع الألم. الناس كانوا يقولون لي كن قويا وأنا أصدبهم. كنت أحسب أن أسوأ مرحلة عدت. كنت غلطان، لأن في تلك الليلة البيت ما واجهني بالذكريات، واجهني بالحقيقة. ليلة رجعت من الشغل تعبان، سكرت الباب، شغلت نور الصالة وتوقف نفسي في مكاني. كانت جالسة هناك على كرسي قدام الصوفة، مستقيمة جامدة بالضبط مثل زوجتي. قلت يمكن عقلي يلعب علي. سكرت عيوني، فتحتها مرة ثانية ولسه هي هناك. وقتها الحقيقة ضربتني بقوة. هذه ما كانت زوجتي، كان شخص مريض نفسيا نبش قبر زوجتي، طلع جثتها وحطها على كرسي في صالة بيتي ومشى، كأنه يبغاني ما أتجاوزها أبدا. وفي تلك الليلة فهمت شيء واحد: بعض الأشياء ما تنتهي بالموت، وبعض الذكريات تظل حية حتى تحت التراب. وأحيانا الذكريات تجيك على شكل جثة لحد بيتك.